والله زمان يا نحاس رجعت الامل للناس. خماسيه النادي الاهلي امام حرس الحدود تعيد الامل والحسابات في الدوري العام. بعد تعثر بيراميدز امام فاركو وفوز النادي الاهلي بخماسيه على حرس الحدود اصبح الفارق نقطه. سامع ركبك بتخبط. استفاد النادي الاهلي شكلا وموضوعا من هذه المباراه. حرس الحدود تقريبا كانت تقسيمه ما وصلش استاد القاهره، لكن انا حابب اشيد بسيحه اللي قدر يزود عن مرماء ببساله. تقريبا 6 أو 7 اهداف شالهم من امام النادي الاهلي. النتيجه 5 ولكن كانت ممكن توصل ل10. حارس واعد وممتاز. عماد النحاس استفاد من كل الناس. عماد النحاس تغييراته كلها كانت موضوعيه، تغييراته كلها كانت في توقيتات سليمه. قدر ان هو يدور الملعب كله. النهارده كل اللعيبه هتحس ان هي فايقه. اشرف بن شرقي اول مره اشوفه بالفوقان وبالروقان ده برغم ان هو ما احرزش اهداف. امام عاشور محتاج سن التركيز. علي معلول يا هنانا يا سعدنا. علي معلول عندنا. شفنا وسام بيسجل، شفنا حسين الشحات، شفنا محمد هاني، شفنا احمد نبيل كوكا. يعني الباكين اللي عندك قدروا ان هو يدخلوا ال18 ويحرزوا اهداف. استفاد النادي الاهلي من كل شيء هذه الليله. الليله كانت جميله. شفنا علي معلول، شفنا هزيمه بيراميدز، شفنا فوز النادي الاهلي. محتاجين ايه تاني؟ دوس لايك، اشترك في القناه. شكرا لحضراتكم. نتلاقى على خير في حلقه جديده واحنا بنحتفل بالدوري ان شاء الله.